فقلت لسائر الأقطاب لاموا بحالي واذكروا أنتم رجالي واشربوا أنتم جنودي قومي بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد صغري نلتم ملوحي واتصالي كما قوم جمعا ولكن فوقكم ما زال حالي أنا في حضرة التقرير وحالي يسرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي بكل شيء من ذا في الرجال مثالي كساني خلقة بالراج اسمي وتوجني في تيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وخلدني وأعطاني سهالي وولاني على قلب فحكمي نافذ في كل حال ولو ألقيت سري في بحال صار الكل دورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واتفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لحمدت واتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت قام بقدرة مولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقذ إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وكلمني فأبصر عن جدالي مريدي هجوتي والشفوى كاني وافعل ما تشاء فالاسم حالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنالي حبوبي في السماء والأرض دخات شرست سعادا قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بالله الله جمعا حكم بصالي درست إلا حتى صرت قطرا ونلت الصدى من مولى تعالي رجالي فيها واجرهم صيام وفي ظلم الليالي فالأهالي وكل ولي له القرب وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي حديث هاشمي الهجائي ووجدت به الظلم الهالي من في أولياء الله مثلي من في علم والتسريف حالي وريدي لا تخف وشن فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجلي من دين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني ومقام مقامي وأقدامي على ملك الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي وعبد القادر لا ترد سوالي أقسني مرشدي أنقذ بحالي تقبلني ولا ترد سوالي أقسني مرشدي انظر بحالي تقبلني ولا ترد سوالي
أغثني مرشدي أمدا بحالي وضمان من صدمات القهر